تعرف ان في حل بسيط جدا لازمه المواصلات دي كلها؟ هو مش بسيط قوي بس هو حل. اكيد وانت صغير اتفرجت على كرتون، واكيد شفت في مره الشخصيات بتاعه الكرتون دي بتتنقل من مكان لمكان عن طريق بوابه او جهاز مثلا. هي دي كلها افكار خياليه، بس اي فكره خياليه بتبقى مبنيه على حقيقه علميه. بس ازاي؟ انت قدامك حلين. اول حل انك تعمل ثقب دودي، كنا اتكلمنا عنه قبل كده في القناه. باختصار انت هتعمل خرم في الزمكان، وساعتها هتقدر تدخل نفسك في بوابه وتطلع من الناحيه الثانيه من غير اي مجهود. طبعا النظريه دي غير منطقيه وصعب جدا نحققها على الاقل في زماننا ده. تاني حل وده اللي منطقي شويه بس خليك معايا للاخر، احنا هنعمل جهاز هياخد منك نسخه، بس مش مجرد صوره عاديه، لا ده هياخد نسخه من كل خلايا جسمك بشكلها بترتيبها بحركتها بكل حاجه، بحيث في الاخر يبقى معانا داتا. الداتا دي نقدر نبني بيها واحد زيك بالظبط. الخطوه الثانيه احنا هنقتلك ونبخرك. لا ثانيه ما تقلقش، انت لسه هتعيش. احنا هيبقى معانا جهاز تاني في المكان التاني اللي انت عاوز تروحه، وهنبعت له الداتا كلها اللي عملناها سكان. الجهاز التاني ده هيبدا يستخدم ذرات ومركبات مختلفه عشان يبدا يكونك، وده كله طبعا على اساس الداتا اللي وصلت له، وساعتها هتكون وصلت المكان التاني بسهوله وهتوفر نص ساعه بتاعت وقت المواصلات. بس ثانيه واحده، هل النسخه التانيه دي فعلا انت؟ يعني ليها شخصيتها، ليها وعيها، هل ليها روح اصلا؟ اصل الجهاز ده ما عملش غير نسخه من الذرات، والروح مش حاجه ماديه، ولا يمكن هي حاجه ماديه. المهم لو عجبك الفيديو ما تنساش لايك وفولو، واللي في الكومنتات تحب نتكلم عن ايه في الفيديو الجاي. سلام.